هي ايه الكروما وايه استخداماتها وليها اشكال كتير؟ كل حاجه هنتكلم عليها ببساطه في الفيديو ده. اول حاجه الكروما، هنتكلم عن الكروما الخضراء والزرقاء. الكروما الخضراء والزرقاء بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لو كنا عايزين نعمل حاجات مش قادرين نعملها في الحقيقه بسبب اما ضعف انتاج، اما هتكلفنا حاجات كتير بسبب الفلوس، اما اصلا صعب تتعمل في الظروف الطبيعيه، وفي حاجات طبعا ما نقدرش نعملها، في حاجات مثلا من وحي الخيال، حاجات 3 دي خياليه، حاجات ساينس فيكشن خيال علمي، سواء حاجات مثلا انقرضت زي الديناصورات، التنانين اللي هي مش موجوده اصلا، حاجات كده بنستخدمها، حاجات اكشن، حاجات بنبقى صعب نعملها في الحقيقه او صعب تتنفذ فعلا في الحقيقه من الممثلين، فبنضطر نعمل جرين سكرين او بلو سكرين. طبعا الجرين سكرين ليه جرين سكرين؟ جرين سكرين طبعا بتبقى بعيد، الضرة هي لونها اخضر، بعيده طبعا عن بشره الانسان اللي هي طبعا بعيده عن اللون الاخضر. طبعا مش هتلبس لبس اخضر، عشان لو لبست لبس اخضر هتتعزل مع الخلفيه مع الجرين سكرين. بلو سكرين برضو نفس الفكره، لو انت مثلا عايز تلبس لبس اخضر تبقى عاملين بلو سكرين. طبعا الجرين سكرين، فرق بين البلو سكرين والجرين سكرين في الاضاءه. البلو سكرين مش بتحتاج اضاءه كبيره جدا، بعكس الجرين سكرين بتاخد كميه اضاءه كبيره جدا، عشان لازم تنورها كويس عشان يبقى في عزل في الخلفيه وتعمل مؤثرات كتير. طبعا استغنينا دلوقتي، بقى طلعت حاجات حديثه اكتر، بقينا في طبعا سكرينات كبيره بشاشات عملاقه كبيره جدا بتستغنى عن جزء كبير من الجرين سكرين او البلو سكرين، حط في الباك جراوند خلفيه الممثلين، والممثلين بيتفاعلوا معاها، وطبعا بنبني ديكور بسيط يدخلك في المود، والممثل اهم حاجه يدخل في المود ويعيش الاحداث اكنه في الحقيقه ويتاثر باللي بيتعرض على الشاشه. فده طبعا وفر كتير عن زمان. كان في زمان طبعا جرين سكرين بس او بلو سكرين بس، فدلوقتي بقت في شاشات كمان داخله في الصناعه بجانب الجرين سكرين بجانب الكروما عامه، فطبعا فادت العالم السينمائي جدا. طبعا حاجات التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي فادهم كتير جدا في الصناعه. الشاشات الكبيره دلوقتي بقت انت ممكن تعرض اي فيديو على الشاشه في خلفيه الممثلين، والممثلين يتفاعلوا معاها، وطبعا بتبني شويه ديكور بسيط كده، سواء صحراء مثلا تعمل شويه رمله وراهم بقى جبال وحاجات وتلال، وما يتاثروا اكنك مصور فيديو في صحراء حقيقيه. طبعا دي كانت افاده قويه جدا. وطبعا الجرين سكرين والبلو سكرين ايا كان، وانت برضو بتدخل فيهم حاجات لو انت عايز تعمل حاجه من وحي الخيال او عايز تبني ديكور صعب تنفذه على ارض الواقع، فبتضطر تعمل كده. وطبعا ظهرت في حاجات كتيره، طبعا ابرزهم الحاجات العربيه كانت اخر حاجه ظهرت. طبعا مسلسل الحشاشين بتاع كريم عبد العزيز اللي كان في رمضان الموسم اللي قبل اللي فات، كانوا مستخدمين بلو سكرين في الديكورات اللي عملوها، القلعه والحاجات دي، فكان بجانب اللي هم عملوا جزء ديكور وجزء كان جرافيكس، ففادتنا كتير. فدي طبعا بره في كل الافلام الاجنبيه الخيال العلمي اللي فيها اكشن كبير، او الحاجات اللي فيها فانتازيا، مثلا افلام الديناصورات كلها جوراسيك بارك جرين سكرينز، الافلام